بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. البارحة الهاتف ديال الأستاذ بوعرفة يعني ما بغاش كاع يرصى مكالمات من حقوقيين والجمعويين والنشطاء في المجتمع المدني يتساءلون عن فحوى قرار الأمين العام للحزب في الجميدي كذا. هادشي شيء عادي. لقد سبقنا أولا قضية مستشار يعني مستشار في الغرفة الثانية الذي مر في هذه المرحلة هذه. نحن نحترم قرارات الحزب وننضبط لها، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا أمام أي هيئة كيفما كانت. قضية ديال محمد ياسين اللي الصحافة كلها خداتها، واليوم جاية الأخبار الصفحة الأولى ديالها شرت هذه القضية هذه. خصكم تعرفوا واحد القضية، أن الأستاذ بوعرفة لم ينطلق من فراغ. غير البارح بداو الناس ديال العدالة والتنمية وكيسربوا شي وثائق ديالو في القيس. مشات واحد البنية في واحد الوضع مخل للآداب. هناك من صرح بأنه فعلا كان يمارس سادته على التلاميذ. ومعروف انت ياسين بن ملال كتقول البنات الكبيده، كلمه الكبيده ما كتقول لك والو، واش ما كتفكر في والو. على كل حال كن شجاعا وقدم كما قلت شكايه للقضاء، ونحن مستعدون للمثابره امام القضاء والدفاع عن انفسنا. واشكر جميع الحقوقيين والسياسيين والجمعويين الذين اتصلوا بي شخصيا، وكذلك الاخ العزيز حجي رئيس جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، والعدد الهائل ديال المحامون الذين يعني صرحوا هاتفيا مكالمات ديالهم. اشكرهم جزيلا للدفاع عن الاستاذ حسن بوعرفة الذي قال الحقيقه. انا قلت الحقيقه لان لما سمعت واحد القضيه خصني نقول لك بعدا السياسيين بين مزاوتين. درت واحد الفيديو كثار من هذه العام الفايت، ووجهت الكلام لزوجتك ولابنك. هذا الفيديو هذا كنعقل عليه. قلت لك المراه ديك الراجل ديالك اللي كيقول لك كذا وكذا ها ما كيدير، وقلت لولدك ذاك القمار ها ما كيدير باك. هذا الفيديو هذا اخطر من هذا الشيء هذا، وداز داك الشيء وكذا. دابا القضيه هذه ويسوها حنا مستعدين نمشيو بعيد، حنا مستعدين ندليو بالوثائق التي تدينك فعلا ان كنت لما كنت استاذ بملال كنت تمارس سادسك على تلاميذ. اما بوعرفة الحمد لله راه تعلمت من ابي عده اشياء. جي ابري دو مون بير الله يرحمه، المقاوم اللي ما رضاش كاع يقدم كاع الميف ديال المقاومه. سي كيلكان كي a servi son pays sans complaisance, avec dévouement, sans réserve et d'une façon inconditionnelle. جوج الحوايج. اولا اسيرفير ما باتري، اولا بعدا ان اقوم بواجباتي الدينيه مع الله سبحانه وتعالى. ثانيا دو بورتي اليجونس وسوفران. وراه ما كنخوف حتى شي واحد. إذا تعتقد إن كنت تعتقد أنك ستوقفنا برفع دعوة ضدنا فلقد أخطأت الصواب. فنحن مستعدون للمثول أمام القضاء ولإظهار وبالدليل القاطع أنك كنت تمارس سادسك على التلاميذ لما كنت أستاذا ببني ملال. والحمد لله راه بداو الناس كيبينوا شي تصاور ديالك وشي تصريحات ديالك. شوف غير مواقع التواصل الاجتماعي. إذا فليهنأ الأستاذ بوعرفة وأطمئن الأصدقاء وكل من تخوف في القضية هذه. كونوا على يقين أن ما أقوله وما قلته صحيح، ماشي 100% 700%. وسيأتي اليوم الذي سندلي به بما يثبت ما قلناه في حق هذا القيادي بين المزدوجين ديال العدالة والتنمية. على كل حال وراه ما كانش اللي كيعرفكم مزيان قد مطيع. مطيع هو كيعرفكم مزيان، ولكن التحرير ديالنا كان بشروها. غير واحد القضيه خصك تعرفها، ذكرتيني بواحد القضيه ديال ليكس بريزيدون ديال بوركينا فاسو، اكس فوطا الهوليا. Jeune Afrique avait publié un article diffamatoire à son égard. Thomas Sankara avait pris le téléphone, il avait contacté Sénéon de Merado. C'est un journaliste malgache. Allah yarhamou kamlin. قال له سينين tu as vu ce qu'on a écrit sur moi؟ قال له سينين oui j'ai vu.
قال له توماس سانكارا الله يرحمه مسكين، قال له اي كيس كو جو دوا فير بور ريبوندر سا، قال له سيون دو ميردو جو تو كونساي دو نو با ريبوندر. فعلا توماس سانكارا نافي با ريبوندو ودازت الامور مزيانه، وكان زعما مدور شتي لا فيديو ديال بحالك ياك، ولكن ملي قلبتي عليها غادي تلقاها. ولا الناس كوسا وغادي نجبدو الجديد ان شاء الله تعالى. الاستاذ حسن بوعفا ناشط حقوقي، تحيه اللهم يسير.